عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مدرسه البيع. انا ليه سميت مدرسه البيع؟ الاسم ده جه بعد فتره كده، اسامي واختيارات وحاجات زي كده. حسيت ان احنا نفسي فعلا نستفاد ونفسي نفيد الناس. كان زمان لو تفتكروا مدرسه المشاغبين، دي من الحاجات اللي كانت فعلا اثرت سلبي جدا على الطلبه والمجتمع. انا بتمنى ان مدرسه البيع تفيد الناس، وتساعد الشباب اللي طالع ان هو يتعلم فعلا حرف. انا الحمد لله القناه اشتغلت، قناه اليوتيوب اشتغلت الحمد لله بفضل الله. مدرسه البيع برضو هتبدا من يوم الثلاث البث عليها ان شاء الله. اتمنى ان ربنا يكرم ونتوفق، وتكون بدايه كويسه، وتكون بدايه خير للجميع. النهارده انا بتكلم في حته لفتت انتباهي في استاذ وهو دكتور بيدي محاضرات في التسويق. طبعا هو بيقول انا رحت مسكت شركه في السعوديه، شركه كانت بيبيعوا شطه وصلصه وحاجات زي كده. فبيقول ان انا دخلت ولقيت ان الشركه في المندوب بيعمل حوالي تارجته حوالي 600 700 الف حاجه زي كده. فبيقول ان انا خليت المندوب يحقق 5 اضعاف او 4 اضعاف. فالناس اللي هو بيدي محاضره يعني تدريب، فالناس واو ازاي يعني تعمل 400% جروس، فازاي يعني؟ فبدات الناس تلتفت له ازاي. طبعا هو قال لهم انا المندوب لما كان بيعمل مثلا 600,000، انا كان بياخد مثلا 3000 ريال سعودي فالعموله بتاعته. فانا قلت له لو انت هتعمل مثلا بدل من 600,000 تعمل 2 مليون و400 الف، انا هديك بدل ما كان بياخد 3 هديك 10,000 جنيه عموله. فطبعا قال لهم انا لحد ما كان هيبدا كده كانت نسبته مثلا 2% او 1% مثلا بياخد، او نص في المية على 600,000 مثلا، ادي 3000 ريال نص في المية. فانا قلت له لا، بعد ما تحقق الرقم ده انا هوصلك 10,000 ريال. فالناس طبعا قالوا له وبعدين وكده قالوا والمندوب حقق وكده. طبعا ده كلام نظري بزياده يعني، ونظري يودي في داهيه. ليه؟ اولا احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع التارجت ده انت في حاجتين. انت لو منطقه جديده فانت بتحدد الهدف بتاع المنطقه على اساس ان انت بتشوف المنطقه دي زي ما قلنا قبل كده، المنطقه دي فيها كام عميل، العميل ده متوسط بتاعه هيكون قد ايه، الصنف بتاعك سعره كام، بتشتغل كام صنف، البراند بتاعك فيه كام صنف. فبتبدا تعمل بتبدا تحدد الهدف على الطريقه دي. هو طبعا دول انا رحت شركه والشركه موجوده، فبالتالي انت عندك تارجت لمنطقه المفروض الشركه حطها صح. يعني انت شركه شغاله وليها تارجت، والمفروض انت الشركه دي خلاص انت معروف التارجت بتاعها. فطبعا ان انت تخلي المندوب يحقق 4 اضعاف ده، لو حقق ده كلام نظري طبعا، ده مستحيل يعني. لو حقق هيعمل لك كارثه في السوق. ازاي هيعمل لك كارثه في السوق؟ المندوب اللي تارجته 600,000 ريال وهو يقدر يبيع ب 2 مليون و400 الف 4 اضعاف، يبقى هيعمل لك كارثه في السوق. ازاي؟ احنا في المبيعات بنقول احنا عندنا حاجه اسمها نمو راسي ونمو افقي. النمو الافقي اللي هو انت بتعمل انت بتفتح كل يوم عميل جديد او عميلين جداد، عندك تارجت، وده دايما بنحط تارجت للمندوبين ان انت تفتح عملاء جداد، وده النمو الصح. النمو الراسي مش غلط، بس النمو الراسي ليه معدل. انا كراجل بتاع مبيعات احبك كل يوم تفتح نمو افقي، كل يوم افتح لي عميل جديد مش عندي كل يوم. لو هتقدر تفتح لي 5 6 عملاء كل يوم افتح. بس النمو الراسي اللي هو عند العميل ده لازم تاخد بالك منه. ازاي؟ لازم تاخد بالك منه ان انت بتدي نسبه مظبوطه، النمو مظبوط للعميل. يعني ازاي؟ ان انت ما يكونش يبقى العميل قدرته ان ياخد منك مثلا 20 كرتون، انت تروح تدي له 100 كرتون.
انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتخزن عند البضاعه. انت حولت البضاعه بتاعتك من المخزن بتاعك او المستودع بتاعك لمخزن للعميل. فهي دي بقى الكارثه. هي دي ان انت الراجل معدله، انت طبعا المفروض مندوبه شايف، انت اديته 10 كرتون باع منهم ال 10، يبقى انت عارف معدله الشهر 10. باع 20 يبقى انت عارف المعدل بتاعه الافرج بتاعه 20 كرتون. باع 30 كده، هي ماشيه كده ان انت بتعمل له معدل، او انت معدل الشهر بتاعه معروف. فانت علشان بقى دكتور الله يهديه اللي بيقول لك انا خليت اعمل 4 اضعاف في المنطقه، علشان تعمل كده طبعا هو كده عمل خطأين. ان انت كلفت الشركه بتاعتك عمولات لمندوب، هو اكيد مليون في المية باع غلط لو انت الشركه دي ماشيه صح. ثالثا كمان المواد الغذائيه انت فيها اكسبار ديت، فانت عرضه يا باشا ان انت كل ده يرجع لك اكسباير ديت. لو ما تابعتوش بشكل كويس هتلاقي كل ده راجع لك اكسباير ديت، هيطلع لك اكسباير. وطبعا من مهام المندوب الشاطر ان انت لازم تراجع التواريخ بتاعتك على الرف، ولازم تراجع التواريخ بتاعتك في المخزن. دي من خطوات البيع الناجحه، دي اللي احنا بنقولها في خطوات البيع الناجحه اللي احنا بنشرحها في الدورات لخطوات البيع الناجحه. من احد خطوات البيع الناجحه ان انت لازم تراجع المخزون بتاعك، تراجعه في الرف، وتراجعه في مخزن. يعني لازم تدور على بضاعتك، انت منزله المره اللي فاتت 20 كرتون، دخلت لقيت على الرف كرتونين، طب فين ال 18 اتباعوا؟ يبقى انت كده لا، مركونين ومركونين في جنب وكده. اوعى عشان هتلبس كارثه هتلبس مصيبه اكسباير دي. فنرجع تاني للدكتور اللي كده. فانت يا دكتور لو المندوب بتاعك عمل كده، معناها حاجتين، او معناها كتير مش حاجتين بس. معناها ان هو لان انت عارف احنا ساعات بيبقى في اماكن زي السوبر ماركت الهايبرات الكبيره اللي هو ماسك لك هايبر، من الاخر كده بتوع المشتريات بيتظبطوا. انت ممكن تظبط واحد بتاع مشتريات بدل ما ياخد منك 100 كرتون ياخد منك 500 كرتون، تمام. بس ده السيل ان، انت بعت للعميل بتاعك سيل ان. السيل اوت بتاعك قد ايه بقى؟ اللي طالع من العميل بتاعك قد ايه؟ هي دي النقطه، هي دي مربط الفرس. لان زي ما قلت لك الناس اللي هو زي الشطه والصلصه ده اكسباير دي. انت لو السيل ان حصل والبضاعه دخلت للعميل واتركنت في المستودع، انت المعدل البيع بتاعه في الشهر بيبيع 20، وانت اديته 100 كرتون، هيقعد 5 شهور يا اما ما ياخدش منك لان هيقعد المعدل بتاعه 5 شهور، يا اما انت 5 شهور ما ياخدش منك لان انت معدله 20 وهو ده المعدل الطبيعي بتاعه. انت لو عملت بروموشن مثلا، وقفت حد يبيع لك، خدت عملت فلور ديسبلاي، عملت جندوله، هتزود المبيعات شويه بس عمرها ما تزيد تبقى 100 كرتون، هتبقى 30 كرتون. فاهمني؟ فانت رحلت مبيعاتك ان انت ال 100 كرتون دول هتلاقيهم بتاع 4 5 شهور، فبالتالي المندوب العميل ده خلاص مش هيجيله تاني. فبالتالي انت المندوب خد عموله زياده، انت اديته عموله زياده حوالي 3 اضعاف او 4 اضعاف. البضاعه بتاعتك اتحولت من مخزنك بس او من مستودعك لمخزن العميل لمستودع العميل. فبالتالي انت ما فيش جديد، بالعكس انت عملت كارثه. والمندوب زي ما بيقولوا كده ايه، مش ضحك عليك، انا مش عايز اقول ضحك عليك، بس المندوب عمل لك اللي انت عاوزه اللي هو مش صح. انت لازم يكون النمو الطبيعي لل لل للمبيعات، سوري، النمو الطبيعي للمبيعات نمو طبيعي. الشركات بتتكلم في 10%، 20%، 30%. وخد بالك كمان زي ما قلت لك انت رايح شركه مستقره وليها هدف، المنطقه دي اللي اشتغل عليها شباب كتير، اشتغل عليها قبلك ناس كتير، وليها افريج في المنطقه. فبالتالي انت لازم تاخد بالك من الحته دي. انت كراجل بياع لما تتكلم في حته البيع لازم يكون كلامك عملي مش نظري. مدرسه البيع مش كل شغلنا عملي، احنا من السوق بدانا المندوبين وعاداتي كلها مع ناس كانت بادئه كده، فنقعد نتكلم. فاكر ايام ما كنا مندوب كشبان وبيتحمل القصه مش نظري بس، انت لازم تبدا ولازم تشتغل ولازم وهرجع اقول لك تاني البيع حلو، البيع حرفه تتعلمها صح، تراعي ربنا فيها، تقدر تكسب منها بشكل كويس. لازم يا جماعه نراعي ربنا اللي بيشتغل فيها. اوعى تضحك على العميل، اوعى تغش عميل، خلي دايما العميل يثق فيك. انت العميل لما بيثق فيك
بيقول لك اعمل اللي انت عاوزه، خلاص المكان مكانك. العميل بيشتغل معاك مره اثنين ثلاثه، وبعد ما انا اعرف ناس والحمد لله انا كنت منهم، والله كده العميل بيقول له بص يا باشا المكان ده بتاعك، اشتغل زي ما انت عاوز، اعمل اللي انت عاوزه، نزل اللي انت عاوزه وشيل اللي انت عاوزه، تعالى اخر الشهر قول لي انا ليا. دي ما بتجيش بسهوله، دي بتيجي ان انت رعيت ربنا، ان انت وثقت في نفسك الاول، ان انت هتراعي ربنا، ان انت العميل وثق فيك مره واثنين وثلاثه، خلاك تنزل البضاعه اللي انت عاوزها، خلاك تعمل الشيك بنفسك، خلاك يعني هي دي الثقه، وهي دي اللي انت بتقدر تبني عليها، يعني تبني عليها ارقام كويسه. دايما المبيعات ارقام، وهي من الشغلانات اللي هي رقم، ما فيهاش حاجه تانية ابدا. ما تقولش مثلا مندوب ده شكله جميل ولذيذ وظريف بس ما بيحققش، مش هينفع. انت يا باشا رقم، مندوب المبيعات رقم، مدرسه البيع هتعلمك تبقى رقم. طبعا في حاجات تانية لازم تبقى انت شكلك كويس ومندوب شاطر وتعرف تتكلم بس انا قصدي اقول لك ايه، ان انت في الاول وفي الاخر انت قدام الشركه بتاعتك رقم، منطقتك رقم. الشركه بتبني دايما دايما حتى الشركات بتتكلم مناطق، ما بتتكلمش مندوب. بيقول لك منطقه الف، منطقه الف دي بتاعت مين بقى؟ بتاعت النهارده بتاعت ايهاب، بكره بتاعت خالد، بعد بكره بتاعت محمد. يعني ايه هي منطقه شغاله كده. فانت البيع رقم، وانت بالتالي برضه انت بتدور على رقم راتب، بتدور على رقم عموله، بتدور على رقم انسنتيف انت عايز تاخده. فهي دي نقطه مهمه يا جماعه قوي. راعوا ربنا في شغلكم واشتغل واجتهد واتعلم صح كمان يا جماعه. انا عايزكم الله يخليكم محدش دور على الناس اللي هي تديك معلومه صح من ارض الواقع. انا عندي واحد صاحبي شاطر قوي في المبيعات، بس هو دايما يقول لي البيع من السوق، صح البيع من السوق، بس انت اتعلم تعالج مشاكل السوق، اتدرب على انك تخش صح، اتدرب على ان انت دايما اقول له انا بقلل المسافه على الناس علشان تقدر تشتغل وتقدر تواجه وتقدر تبقى يعني ايه من الناس اللي هي بتنجح. يعني عايز زي ما اقول لكم ربنا يكرم الجميع وييسر لكم. تحياتي ايهاب الماحي، مدرسه البيع.